إزاي الممثل بيخلق شخصية؟ سؤال بسيط في شكله بس مليان أسرار. الشخصية اللي بنشوفها على المسرح أو على الشاشة هي النتيجة النهائية، بس العملية اللي الممثل بيمر بيها للوصول للشخصية دي هي الحكاية الحقيقية اللي مش كتير مننا بياخد باله منها. الحالة دي مهمة جدا، مش بس لأنها بتكشف عن أساليب التمثيل المختلفة، لكن لأنها هتوضح حاجة أكبر بكتير: إن الانقسام بين التمثيل النفسي والتمثيل الجسدي هو مجرد استعارة. هل ينفع نبني شخصية ونسيب جزء من عقلنا أو جسمنا؟ أكيد لأ. النهاردة هنشرح ليه. في القرن ال19 الفيلسوف الفرنسي دادرو كتب عن مفارقة الممثل، وقال إن الممثل الجيد هو اللي يقدر يوازن ما بين الإحساس والتقنية. الفكرة دي اتنقلت بعد كده لستانسلافسكي اللي حدد الفكرة أكتر، وقال إن الممثل لازم يشتغل من الداخل للخارج، يبدأ من جوهر الشخصية أو النواة ويوصل للتعبير الخارجي. نيميروفيتش زميل ستانسلافسكي وصف ده بوضوح لما قال: النواة هي جوهر العمل الفني، لازم تلمس الممثل وتبقى جزء منه لفترة من الزمن. الممثل الإنجليزي مايكل ريدجريف كتب في الأربعينات عن الفرق ما بين أسلوبين في التمثيل: الممثل اللي يبدأ من السبب، يفهم دوافع الشخصية، والممثل اللي يبدأ من النتيجة، يعني يحاول يعبر بشكل خارجي بدون الغوص في دوافع الشخصية. ريدجريف شاف إن الأسلوب الأول اللي بيركز على فهم الداخلي هو الأقرب للفن المسرحي الحقيقي. بس هل ده معناه إن الطريقة التانية غلط؟ مش بالضرورة. كل مدرسة ليها فلسفتها. في النهاية العملية كلها بترجع لفهم الشخصية، سواء بدأت من داخلها أو من خارجها. الأساليب المختلفة بتقدم أدوات مختلفة للممثل، لكن الهدف واحد: خلق شخصية حقيقية تمس الجمهور. يعني الفكرة مش مين صح ومين غلط، لكن إزاي الممثل يقدر يستخدم الأدوات دي بمرونة حسب احتياجات الشخصية، المشهد، وحتى الظروف. جون جيلجت برضو كان شايف إن أهم حاجة هو إنك تستوعب أجواء النص وخلفية الشخصية. البداية من جوهر الشخصية، من دوافعها ومشاعرها، وبعد كده الممثل يبدأ يبني تعبيراته الخارجية بناء على الأساس النفسي ده. لورنس أوليفيه على العكس تماما، كان بيبدأ من الخارج. لما جه يمثل دور ريتشارد الثالث بدأ بتفاصيل خارجية زي الصوت والمناخير الكبيرة. الفكرة بالنسبة له إن التفاصيل الخارجية دي هي اللي بتحفز خيال الممثل لخلق كائن جديد. أوليفيه كان واعي إن الطريقة دي ممكن تعتبر هرطقة عند بعض المدارس زي أكتر ستوديو، لكنه كان شايف إن الهدف الحقيقي هو الصدق في الأداء، مش الطريقة اللي وصلت بيها. أوليفيه كمان أشار لنقطة مثيرة: هل الشخصية جزء من ذات الممثل ولا هي كيان مستقل؟ الطريقة الداخلية ممكن تخليك تستخرج الشخصية من ذاتك، لكن الطريقة الخارجية بتخليك تخلق شخصية جديدة. ده بيطرح سؤال مهم: هل الأداء الجيد بيعتمد على التشابه ما بين الممثل والشخصية، ولا على قدرته إنه يكون حد مختلف تماما؟ أحمد زكي مثلا كان دايما يقول: الشخصية اللي بلعبها لازم أصدقها وأعيشها. لو الممثل مش مصدق نفسه، المشاهد عمره ما هيصدقه. طيب، إزاي عمل ده في دور الرئيس السادات في فيلم أيام السادات، اللي ممكن نقول عليه درس في إزاي الشكل الخارجي بيقدر يحفز الإحساس الداخلي؟ أحمد زكي ما كانش بس بيقلد حركات السادات وشكله أو بيتكلم بنفس طريقته، ده حرفيا كان بيلبس بدلته، بياخد شكله، بيعمل المكياج كامل حتى بره التصوير. انتوا متخيلين؟ أحمد زكي كان شايف إن الشكل الخارجي والصوت هو جزء أساسي إنه يخليه يحس بالشخصية أكتر، أكنه كان بيبني جسر ما بينه وما بين الشخصية. لما نربط ده بالكلام اللي كان بيقوله عن أهمية إحساس الممثل، نلاقي إن الراجل ما كانش بيقسم التمثيل لنظريات أو أساليب منفصلة. بالعكس، هو كان بيقولك الاتنين مع بعض هما اللي بيكملوا الشخصية. في كتابه The Empty Space، بيتر بروك بيتكلم عن نفس القضية دي بس بشكل أعمق. هو شايف إن التمثيل سواء اعتمد على الحركات والتعبيرات اللي كانت متوارثة من عصور قديمة، أو اعتمد على حركات مستمدة من الحياة اليومية بشكل طبيعي، ممكن يفضل محدود في الحالتين. بروك كان شايف إن الحركات الجاهزة أشبه بلغة قديمة ومتحجرة، لكن حتى لما الممثل بيحاول يكون طبيعي ويجيب حركاته من جواه،
غالبا الحركات دي بتكون متأثرة بتربيته، العادات اللي شافها والتقاليد اللي اتعود عليها. وده معناه إن لو هدفك كممثل هو الإبداع الحقيقي، مش كفاية تعتمد على الداخل لوحده ولا على الخارج لوحده. لازم يكون في حالة من التوازن والتكامل ما بينهم عشان الأداء يبقى فعلا حي ومؤثر. بروك بيشير لفكرة إن الإبداع مش شرط يجي من الداخل أو الخارج لوحده، لكن من نقطة التقاء ما بينهم. النقطة دي بتحتاج تخيل وإعادة اختراع، وده اللي بنسميه الإبداع الحقيقي. في نقاش حصل في فيلوكيتس سنتر سنة 2007 اتكلموا فيه عن فكرة التقليد أو المحاكاة. الممثل آدم لوفيتش شرح إنك ممكن تقلد الحركات من الخارج، بس لو النية مش موجودة الشكل الخارجي بيبقى فارغ. يعني الشكل لوحده مش كفاية، لازم النية تكون موجودة. لودفيتش كمان شرح تمرين لمايكل تشيكوف بيبدأ بالخيال. تتخيل الشخصية جوه دماغك بعدين تقلدها بحركات جسدية. ده يعتبر تمرين خارجي لأنه بيعتمد على التقليد الجسدي، بس البداية كانت داخلية تماما. يعني حتى التمرين اللي يبدو إنه خارجي بيبدأ بفكرة داخلية. النقطة دي بتوضح قد إيه الفصل ما بين الداخل والخارج ممكن يكون مجرد استعارة أكتر من كونه حقيقة. الممثلة بلاير براون اللي كسبت توني أوورد قالت إنها اشتغلت مع مخرجين إنجليز بيستخدموا الطريقة الخارجية، بس هي شخصيا بتجمع ما بين الطريقتين. ودي فكرة مهمة، إحنا ليه بنختار ما بين طريقة واحدة؟ في كتابه The Actor at Work بندتي بيقول جملة عبقرية: لو أداك اعتمد بس على الحركات والصوت من غير طاقة داخلية هيبقى فارغ، ولو اعتمد بس على الطاقة الداخلية من غير تعبير خارجي هيبقى غامض وغير مفهوم. يعني بندتي بيقول لنا إننا مش محتاجين نختار ما بين الداخل والخارج، إحنا محتاجين الاتنين مع بعض. لما بندتي بيتكلم عن الطاقة الداخلية، السؤال اللي بيجي هنا: إزاي الجمهور يعرف إن الطاقة الداخلية دي موجودة؟ الإجابة من خلال التعبير الخارجي، الصوت والحركة اللي هما في الأصل خارجيين. يعني حتى الطاقة الداخلية اللي بنسمع عنها بنوصلها للجمهور باستخدام أدوات خارجية زي الصوت والجسم. مارك جونسون بيشرح إن الانقسام ده سببه بسيط: إن الجسد مرئي بس الفكر مش مرئي. ده اللي بيخلينا نفكر في العقل والجسد كأنهم كيانين منفصلين، بس الدراسات الإدراكية أثبتت إن ده مجرد استعارة متجذرة في الطريقة اللي بنفهم بيها العالم. الحقيقة إن العقل والجسد بيشتغلوا ككيان واحد. الاستعارة مش مجرد أداة لغوية، دي كمان طريقة بنفكر بيها. لما نفكر في الجسد كوعاء بيحتوي الأفكار والمشاعر، إحنا بنستخدم استعارة مستمدة من تجربتنا المادية في العالم. الممثل لما يدمج ما بين أفكاره الداخلية وتعبيراته الخارجية بيكسر الحدود دي وبيخلق تجربة متكاملة للجمهور. جورج لاكوف ومارك جونسون في كتابهم Philosophy in the Flesh بيشرحوا فكرة إننا بنفكر في العقل كأنه حاوية، بنعتبر الأفكار حاجة داخل عقلنا والحاجات اللي بنتكلم عنها أو بنعملها حاجة خارج عقلنا. الاستعارة دي اللي بنعتبرها طبيعية جدا هي السبب في إننا بنفكر إن العقل والجسد منفصلين، وكمان السبب في إننا نعتبر إن الأداء التمثيلي يا إما يبدأ من الداخل للخارج أو العكس. مارك جونسون بيشرح إننا بنفكر في العقل كأنه وعاء بسبب تجربتنا الجسدية اليومية. إحنا بنعيش حياتنا بنتحرك داخل وخارج غرف، لبس وعربيات. الجسد بيشتغل كوعاء، بيستقبل وبيخرج حاجات زي الأكل، الهواء والفضلات. التجربة دي بتنتقل تلقائيا لطريقة تفكيرنا. بنعتبر إن العقل وعاء بيحتوي الأفكار والمشاعر، وبنرسم حدود ما بين الداخل والخارج. دي مش مجرد استعارة لغوية، دي طريقة إدراك بتأثر على كل حاجة، حتى على التمثيل. يعني لما ممثل يقول إنه بيخرج مشاعره، وفي الحقيقة بيعبر عن استعارة داخلية متجذرة في تجربته اليومية. الانقسام ده مفهوم شائع لأنه بسيط وواضح: الجسم مرئي والعقل مش مرئي. بس علم الإدراك بيقول إن ده مجرد وهم، لأن العقل والجسد بيشتغلوا ككيان واحد. حتى أفكارنا المجردة مبنية على تجارب جسدية. يعني لما ممثل يشتغل على شخصية، هو مش بس بيستخدم عقله أو جسده لوحده، كل حركة جسدية بتأثر على العقل، وكل فكرة داخلية بتنعكس في تعبير خارجي. فكرة إن العقل والجسد كيانين منفصلين ممكن تبقى مغرية، بس هي بتضيع المعنى الحقيقي للتمثيل. الأداء الجيد بيجي لما نفهم إن العقل والجسد هما شريكين في الإبداع.
بدل ما نركز على هل الشخصية داخلية ولا خارجية، الأفضل إننا نسأل إيه اللي بيحفز الخيال؟ لأن في النهاية خلق الشخصية بيعتمد على تحفيز الخيال، سواء من خلال فكرة نفسية أو حركة جسدية. أحمد زكي مثلا لما مثل دور السادات بدأ بدراسة كل حاجة عن السادات، طريقة كلامه، حركاته، حتى طريقة ضحكته. بدأ من حاجات جسدية، لكن ده حفز خياله لخلق شخصية كاملة. أحمد زكي ما كانش بيقلد السادات أكنه شريط تسجيل، لأ، هو كان عنده تخيله الخاص للشخصية، قدر يمزج ما بين اللي درسه واللي حسه، وخلق نسخة حقيقية. لدرجة إن لما بنفتكر السادات إحنا غالبا بنفتكر أحمد زكي في أيام السادات مش السادات نفسه. طب خلينا نتعمق في الموضوع ده شوية. لاكوف وجونسون بيقولوا إننا كبشر بنشوف الذات بتاعتنا على إنها زي نظام معقد من الاستعارات، بيسموه ال Subject Self Metaphor System، نظام استعارة الذات. ده معناه إيه؟ عندنا حاجتين رئيسيتين في النظام ده، ال Subject، وده مركز الوعي والإرادة اللي بنحس إنه أنا، الجزء اللي بياخد قرارات وبيقول أنا عايز وأنا قررت. وعندنا السلف، ده مش مجرد الجسم، ده كل حاجة مرتبطة بينا، دورنا الاجتماعية، الحالات اللي بنمر بيها، وحتى تصرفاتنا الشخصية المختلفة. الموضوع هنا إن الممثل لما بيخلق شخصية هو مش بيخرج عن نفسه تماما، ولا بيفصل شخصيته الحقيقية عن الدور اللي بيقدمه، لأ، هو بيستخدم مركز الوعي بتاعه السبجكت عشان يعيد تشكيل السلف، يعمل نسخة جديدة منه مليانة بتفاصيل وتجارب مختلفة. يعني تخيل إنك بتشكل تمثال جديد بس من نفس المادة اللي بتكونك كشخص. الشخصية اللي بتخلقها هي امتداد ليك، نسخة بديلة من الذات بتاعتك، لكنها مش حاجة منفصلة تماما. وده بيفسر ليه أحيانا بنشوف ممثلين عباقرة قادرين يخلوك تحس إنهم حد تاني تماما، بس في نفس الوقت بتشوف ملامح روحهم الحقيقية بتتسرب في الأداء. زي ما بنشوف تفاصيل من شخصية أحمد زكي في دور حليم، ونفس الكلام في السادات، بنلاقي لمسات خاصة حتى لطريقة كلام السادات اللي كان مشهور جدا بيها. تحس إن كل دور بيحط فيه بصمته الخاصة، وفي نفس الوقت هو عايش الشخصية بكل تفاصيلها كأنها هو نفسه. ليفي قال إن الممثل ممكن يجد نفسه في الشخصية أو يجد الشخصية في نفسه. الفكرة دي بتوضح إزاي الممثل بيستخدم أجزاء من ذاته عشان يبني شخصية مختلفة، لكنها في نفس الوقت مرتبطة بتجربته الإنسانية. ده معناه إن الشخصية مش مجرد شيء خارجي بنقلده، ولا هي شيء داخلي بحت، هي نسخة بديلة من الذات. طيب، إزاي الممثل يخلق ذات جديدة؟ لاكوف وجونسون بيقولوا إن إدراكنا للذات مبني على 4 تجارب يومية: التعامل مع الأشياء، وجودنا في مكان معين، الدخول في علاقات اجتماعية، والإسقاط التعاطفي، يعني إننا نحط نفسنا مكان شخص تاني. وده بالذات مهم جدا للممثل، لأنه بيشتغل على إنه يعيش تجربة الشخصية بالكامل من منظورها هي. طيب، لا معلش مش فاهم إيه الإسقاط التعاطفي ده؟ خلينا نوضح. إحنا عندنا نوعين من الإسقاطات: الادفايزري بروجكشن، إسقاط القيم. النوع ده الممثل بيعيش حياة الشخصية لكن من خلال قيمه ومعتقداته الشخصية، كأنه بيقول للشخصية أنا هاعيش حياتِك بس بطريقتي أنا. يعني لو الممثل عنده قناعة معينة أو رد فعل مختلف هيبني المشهد بناءً على القيم دي. وتاني نوع هو الإسقاط التعاطفي، اللي هو الممثل بيتخلى عن قيمه الشخصية وبيحاول يعيش حياة الشخصية بالكامل من منظورها هي، بما في ذلك أفكارها ومعتقداتها وقيمها الخاصة. كأنه بيقول هاشوف الدنيا زي ما أنت بتشوفها، وهاعيش بنفس إحساسك. وتهاجم في كتابها Respect for Acting كانت بتفضل الطريقة التانية، لأنها شايفة إن الممثل لازم يتقمص الشخصية لدرجة إنه يعيش كل تفصيلة فيها زي ما هي حاسة وعارفة، مش زي ما هو شايفها. الفكرة هنا إن الاتنين أدوات ممكن تفيد الممثل، السر إنك تعرف إمتى تستخدم كل نوع منهم بشكل يخدم المشهد والشخصية. الإسقاطات دي محتاجة خيال، وكتير مننا بيفتكر إن الخيال نشاط ذهني فقط، بس الدراسات الحديثة بتقول إن حتى الأنشطة الجسدية ممكن تكون محفز قوي للخيال. يعني حركة جسدية مقصودة ممكن تحفز خيالك وتخليك تحس بمشاعر الشخصية اللي بتلعبها. عالم النفس بول إيكمان لاحظ إن لما الناس بتعمل تعبيرات وش معينة بيحسوا بمشاعر قوية، مش أي تعبيرات، بس التعبيرات اللي هو اعتبرها عالمية لكل البشر. يعني لو عملت تعبير حزن مشاعرك هتتأثر وتبدأ تحس بالحزن فعلا، والعكس صحيح.
مش بس التعبيرات الوش اللي بتأثر على المشاعر. إكمن كمان قال إن تغيير الصوت بشكل مقصود ممكن يؤدي لنفس النتيجة. يعني لو غيرت نبرة صوتك عشان تناسب مشاعر معينة، ده ممكن يخليك تحس بالمشاعر دي. الصوت والجسد بيشتغلوا مع بعض لتحفيز الجهاز العصبي، وبالتالي بنعيش الحالة العاطفية. الفكرة هنا إن الفصل ما بين الداخل والخارج فكرة غلط. كل الحركات الجسدية اللي بتعتبر خارجية بتأثر على المشاعر اللي بنعتبرها داخلية. يعني الطريقتين بيشتغلوا مع بعض لتحفيز خيالك وخلق شخصية جديدة. التمثيل بيجمع ما بين الخيال والجسد، ما بين الفكر والحركة. بس ايه اللي بيحصل جوه عقل الممثل لما يجي يشتغل على شخصية؟ عشان نفهم ده محتاجين نغوص في عالم علم الإدراك ونظرية الاتصال العصبي. ايه هو الاتصال العصبي؟ هو نظرية بتشبه عقل الإنسان بشبكة من الوحدات البسيطة زي الخلايا العصبية اللي بتتصل مع بعضها. النظرية دي ظهرت في الثمانينات كبديل للنموذج القديم. كل نقطة في الشبكة ممكن تمثل كلمة، فكرة، أو حتى حركة جسدية، والروابط اللي ما بينهم بتعبر عن مدى ارتباطهم ببعض. عندنا نوعين من الشبكات: شبكة التكرار وشبكة التوجيه الأحادي. في شبكة التكرار الروابط بتكون زي دايرة، بمعنى إن بعض الروابط بتكون أقوى مع الوقت بسبب التكرار. ده بيسمح بأنماط معينة تتأكد وتبقى أقوى. العالم بول تشيرشلاند استخدم نموذج الاتصال العصبي لتفسير الأخلاق. بيقول إن السلوك الأخلاقي هو نتيجة لعملية عقلية مبنية على روابط عصبية. يعني قراراتك الأخلاقية بتتكون بناء على أنماط في دماغك متصلة بأفكار، زي الفعل الجيد أو الفعل السيء. يعني لو دماغك عنده شبكة قوية بتربط الصدق مع الفعل الجيد، غالبا هتكون شخص صادق. في التمثيل الشبكات العصبية دي بتشتغل كمان لما بتبني شخصية. الأفكار الداخلية زي دوافع الشخصية بتبدأ تتربط مع الحركات الجسدية اللي بتعبر عنها. ومع التكرار الروابط دي بتبقى تلقائية، وده اللي بيخلق الأداء الطبيعي. يعني العقل والجسد مش مجرد أدوات منفصلة، هما شبكة متصلة بتشتغل مع بعضها طول الوقت. الخيال هو الشرارة الأولى، لكن التكرار هو اللي بيبني الروابط وبيحول الفكرة لأداء متكامل. كل ده بيحصل جوه دماغك من خلال شبكات عصبية معقدة جدا. ليه أحمد زكي لما قعد يدرس حركات وطريقة كلام الرئيس السادات ويقلد كل تفصيلة صغيرة من حركة إيده وابتسامته وصوته، كانش بيعمل ده بشكل سطحي؟ أحمد زكي ما اكتفاش بالفرجة والتقليد، لأ، هو عاش الشخصية بالكامل. دماغه بدأ يشتغل زي شبكة متصلة، كل حركة وكل نبرة صوت دخلت جوه نظام معقد يشبك كل حاجة ببعضها، زي شبكة الإنترنت. لدرجة إن الحركات اللي كان بيتدرب عليها بقت ردود أفعال تلقائية، بقت جزء منه بدون ما حتى يفكر فيها بوعي. هو قعد يتدرب ويقلد الحركات لغاية ما بقت طبيعية، لدرجة إن حتى لما الكاميرا بتطفي هو بيبقى لسه جوه الحالة، لسه دماغه بيترجم كل إيماء أو صوت على إنها جزء من الشخصية اللي بيجسدها. ده مش تمثيل، ده اتصال كامل ما بين العقل والجسم وما بين الإحساس والحركة. عشان كده لما بنتفرج عليه في فيلم أيام السادات ما كناش بنشوف أحمد زكي بيقلد السادات، إحنا كنا بنشوف السادات نفسه، لأنه ببساطة فهم المعادلة. التقليد مش النهاية، التقليد هو المفتاح اللي بيحاكي بيه الممثل مشاعر أكبر وتتحول لواقع قدام عينينا. دي واحدة من أقدم وأهم المهارات اللي عند الإنسان، اللي بنسميها المحاكاة أو الميميسيس. ميرلين دونالد عالم النفس الإدراكي بيقول إن المحاكاة سبقت اللغة في تطور الإنسان. ليه؟ لأنها طريقة بدائية ومباشرة للتفكير والتعبير. يعني قبل ما يكون عندنا كلمات كان عندنا إيماءات وحركات. الإشارات دي مش مجرد تعبيرات جسدية، لكن كمان وسيلة للتفكير وللتواصل. ميرلين دونالد بيقول إن المحاكاة بتتكون من 4 قدرات أساسية: التقليد، يعني إنك تعمل زي ما الشخص التاني بيعمل. الإيماءة، إنك تستخدم حركات بسيطة للتعبير عن فكرة أو إحساس. والتمثيل، إنك تخلق صورة أو موقف كامل باستخدام الجسد. ورابع حاجة التدريب، إنك تكرر الحركات لغاية ما تبقى جزء منك. دي القدرات اللي خلت المحاكاة تكون في قلب عملية التمثيل. في مركز فيلوكتيتس، فيترو جاليزي العالم اللي اكتشف خلايا المرآة
شرح إن دماغك بيحاكي الحركات اللي بتشوفها عند الآخرين. يعني لما تشوف حد بيبتسم، خلايا المرآة في دماغك بتشتغل كأنك أنت اللي بتبتسم. والأجمل من كده إن خلايا المرآة مش بس للحركات، لكنها كمان للمشاعر. يعني ممكن تحس بحزن أو فرح شخص تاني لمجرد إنك شايفه بيعيشه. طيب، تخيل إنك بتحاول تدخل في جسم شخص تاني، مش بالمعنى الحرفي طبعا. ده اللي جالزي عالم الأعصاب وصفه عن علاقة الممثل بالشخصية. جالزي شرح إن خلايا المرآة بتشتغل لما نشوف حركة مرتبطة بهدف معين. يعني لو شفت حد بيرفع كوباية مية، دماغك بيشتغل كأنك أنت اللي بترفع الكوباية. بس ده مش مجرد تقليد للحركة، ده اتصال عميق بيجمع بين الحركة والإحساس بالهدف. ده اللي بيفتح الباب لمشاعر وسلوكيات متصلة بالشخصية. جالزي بيقول إن علاقتك بالشخصية هي علاقة تجسيدية. أنت بتحاول تدخل مجازيا أو حرفيا في جسم الشخص اللي بتمثله. ده بيشمل الجسد، الحركة، وحتى طريقة التفكير. وده اللي بيخلي التمثيل أكتر من مجرد تقليد، هو خلق العالم داخلي كامل للشخصية من خلال الجسد والخيال مع بعض. جالزي بيضيف إن اللي بيحصل مش مجرد محاكاة أو انعكاس زي المراية، هو كمان آلية تصوير. يعني دماغك بيستخدم نفس الدوائر العصبية اللي بتشتغل أثناء الحركة عشان يخلق صورة ذهنية للشخصية. لما ممثل يتخيل شخصية بتتحرك، دماغه فعليا بيشغل نفس الدوائر اللي بيستخدمها لو هو فعلا بيتحرك. يعني الخيال والجسد بيشتغلوا سوا لبنى شخصية حقيقية. المثير إن الشرح ده قريب جدا من فلسفة مايكل تشيكوف، اللي كان بيركز على استخدام الجسد والخيال مع بعض في بنى الشخصية. زي ما آدم نودفيتش وصف، تمارين تشيكوف بتبدأ بتخيل الشخصية وبعدين تجسيدها من خلال الجسد. التمارين دي مش بس بتساعدك تفهم الشخصية، لكنه كمان بيخلق اتصال حقيقي ما بين الممثل والجمهور. جالزي يشدد إن الشخصية مش مجرد امتداد للذات، لكنها آخر بنحاول نمثله. وده بيفسر ليه الجسد والصور الذهنية هما المفتاح لدخول عالم الشخصية. ما ينفعش نبقى بنتكلم عن الخيال والجسد وما نذكرش أهم رواد المدرسة دي، مايكل تشيكوف. هل فكرت في يوم في الرحلة المثيرة اللي خاضها عشان يطور فلسفته؟ تعالوا نتكلم عن حياة مايكل تشيكوف، عن تحدياته وإنجازاته، وعن تأثيره الكبير في عالم التمثيل. مايكل تشيكوف ابن أخ الكاتب الشهير أنطون تشيكوف. بدأ مشواره الفني وهو عنده 19 سنة في مسرح في سينت بيترسبرغ، لكنه أخد خطوة كبيرة لما ستانسلافسكي دعاه إنه ينضم لاستوديو موسكو الفني الأول سنة 1912. تخيل، شاب صغير بيتعلم من أعظم رواد التمثيل في العالم. رغم النجاح الكبير اللي حققه مع مسرح موسكو، أفكاره المختلفة واهتمامه بفلسفة رودولف شتاينر خلت النظام الشيوعي يعتبره تهديد. الصحف وصفته بالفنان المريض والمثالي الرجعي. تشيكوف قرر يهرب وبدأ رحلة جديدة في برلين، ومنها لمدن مختلفة في أوروبا زي فيينا وباريس. في 1934 مع فرقة موسكو الفنية اللي كان جزء منها، قدموا عروض في برودواي. الجمهور كان مبهور، والتجربة فتحت له أبواب جديدة زي دعوة ستيلا أدلر للانضمام لمسرح جروب. بس بدل ما يروح لجروب، اختار إنه يروح لإنجلترا عشان يدير استوديو تدريب جديد. وبعد اندلاع الحرب العالمية التانية، نقل لأمريكا واستقر في لوس أنجلوس. وهنا بدأ فصل جديد في حياته، السينما. دوره في فيلم سبيل باوند لهيتشكوك سنة 1945 رشحه لجائزة الأوسكار. مايكل تشيكوف مش بس كان معلم عبقري، لكنه كمان كان ممثل سينما موهوب. تشيكوف علم مجموعة من أعظم ممثلي هوليوود زي مارلين مونرو وجريجوري بيك وكلينت إيستوود. تقنياته كانت عن الدمج ما بين الجسد والخيال، وعن إنشاء شخصيات حية مليانة بالتفاصيل. طيب، تخيل نفسك بتلعب دور شخصية مش زيك خالص. انت بتتحرك، بتتكلم، وبتحس زي الشخصية، بس في نفس الوقت جزء منك قاعد بيتفرج عليك. ده اللي مايكل تشيكوف سماه الوعي المزدوج. تشيكوف بيقول إن الممثل لازم يكون في حالتين في نفس الوقت: جوه الشخصية عايش مشاعرها وحركاتها، وبره الشخصية بيتابع نفسه كأنه مشاهد بيلاحظ وبيوجه. ده مش انفصال، ده تكامل. الممثل بيستخدم الأنا العليا لمراقبة وتوجيه الأنا السفلى اللي بتعيش تجربة الشخصية.
بينما ستانسلافسكي كان بيعتمد على الذاكرة العاطفية اللي بتطلب من الممثل إنه يستدعي مشاعره من ماضيه الشخصي. تشيكوف كان شايف إن ده خطر. ليه؟ لأن ده ممكن يخلي الممثل يفقد السيطرة ويحط مشاعره الحقيقية في الموقف. تشيكوف كان شايف إن الممثل لازم يحافظ على السيطرة. عشان بنى الشخصية، تشيكوف طلب من الممثلين يتخيلوا جسم خيالي للشخصية. مثلا لو الشخصية دي كسولة وبطيئة، ممكن تتخيلها بجسم مليان، كتاف مترهلة، وراس تقيلة. الفكرة هنا إنك تلبس جسم الشخصية زي ما بتلبس لبسك. تخيل نفسك بتتحرك وبتتصرف بالجسم ده لغاية ما يبقى جزء منك. التجربة المسرحية عند تشاكوف مش بس عن تقمص الشخصية، هي كمان عن خلق مساحة ما بين الخيال والواقع، ما بين الممثل اللي بيعيش الشخصية وما بين الشخصية اللي بتعيش على المسرح. ده اللي بيخلي التمثيل فن عظيم. الممثل بيكون جسر ما بين عالمين، عالمه الخاص وعالم الشخصية. ومع الوعي المزدوج هو مش بس بيبدع، لكنه كمان بيقدر يوجه إبداعه بذكاء. لما نسمع كلمة تقمص، أول حاجة بتيجي في دماغنا هي الدخول جوه الشخصية بالكامل. مايكل تشاكوف بقى كان عنده منظور مختلف. مش إنك تدخل جوه الشخصية، لكن إنك تخلق مساحة مشتركة بينها وبينك، مساحة بتتكون من الخيال والجسد. تشاكوف كان بيقول إن مجرد تحليل الشخصية بالكلام مش كفاية. التحليل العقلي ممكن يسيبك بارد ومش متفاعل، لكن لما تتخيل جسم الشخصية أكنك بتشوفها في عقلك وتبدأ تحرك جسمك بناء عليه، حاجة عجيبة بتحصل. إرادتك ومشاعرك بتبدأ تتحرك مع الجسم ده. لما تعمل ده، الشخصية بتبدأ تظهر مش بس في حركاتك، لكن كمان في إحساسك الداخلي. تشيكوف كان شايف إن الجسد الخيالي بيحفز الإرادة والمشاعر عند الممثل. يعني بدل ما تحاول تحس بمشاعر الشخصية بشكل مباشر، استخدم جسدها الخيالي كوسيط. زي ما قال تشيكوف، الجسد الخيالي عنده القدرة إنه يوصل لإرادتك ومشاعرك مباشرة. تشيكوف كان دايما بيوصي الممثلين: ما تحاولوش تحسوا بمشاعركم الشخصية، خلوا الشخصية هي اللي تحس. الممثل دوره إنه يضحي بنفسه لصالح الشخصية. ده بيمنع إن الممثل يفقد السيطرة أو يتحول لمجنون على المسرح. بدل كده بيخلق حالة فنية متوازنة ما بين الخيال والواقع. تشيكوف كان شايف إن الممثل الفنان هو اللي بيخلق المساحة المشتركة دي. الشخصية بتعيش مشاعرها والممثل بيلاحظ ويوجه. لكن لو ممثل حاول يدخل جوه الشخصية بالكامل، ممكن يخسر نفسه ويتحول لأداء غير متزن. فلسفة تشيكوف عن الجسد الخيالي بتعلمنا إن التمثيل مش بس عن الدخول جوه الشخصية بشكل كامل، لكن عن بناء جسر ما بين الخيال والجسد. الجسر ده هو اللي بيحول الأداء من مجرد تمثيل لفن حي ينبض بالحياة. طب عارف لما جسمك يتحرك بطريقة معينة والحركة دي تخليك تحس بإحساس معين؟ مثلا لما بتمشي بحذر والمشي ده يخليك تحس إنك قلقان بجد. مايكل تشيكوف كان فاهم النقطة دي جدا. ده اللي بنسميه الإيماءة النفسية أو السايكولوجيكال جاستشر. تشيكوف كان بيقول: لو رفعت دراعك ببساطة، دي حركة جسدية، بس لو أضفت للحركة دي إحساس زي الحذر، فجأة الحركة بتتحول لتجربة نفسية. الحركة دي لوحدها بتحفز مشاعر الحذر جواك، مش لأنك أجبرت نفسك تحسها، لكن لأن جسمك وعقلك مرتبطين من خلال شبكة عصبية مذهلة. تشيكوف كان بيطلب من الممثل يحدد أقوى رغبة للشخصية. هل الشخصية بتبحث عن السلطة، الحب، الانتقام؟ وبعد كده الممثل بيخلق إيماءة تعبر عن الرغبة دي. الإيماءة دي بتبدأ صغيرة، مثلا إيدك، وبعدين تتطور لحد ما تشمل جسمك كله. الهدف إنك تخلق ذاكرة عضلية مرتبطة بالشخصية. الإيماءة النفسية مش حاجة الجمهور بيشوفها، هي مجرد أداة للممثل تساعده يبني الشخصية. زي ما قال تشاكوف: الإيماءة النفسية عاملة زي السقالة، الجمهور مش محتاج يشوفها، لكن وجودها ضروري لبنى الأداء. الإيماءة دي بتفضل جوه خيالك، بتوجه أدائك بدون ما تكون واضحة على المسرح. تشيكوف كمان اقترح إن لكل مشهد يكون له إيماءة نفسية خاصة بيه، تعبر عن الرغبة الأقوى للشخصية في اللحظة دي. زي ما ستانسلافسكي كان بيقول على أهداف المشهد. الإيماءة النفسية دي بتديك بوصلة توجه بيها أدائك من لحظة للتانية. تشيكوف كان مؤمن إن الحركة الجسدية هي الشرارة اللي بتشعل الخيال. لما تتحرك، جسمك مش بس بيشتغل، دماغك كمان بيخلق صور وأحاسيس مرتبطة بالحركة دي.
المهنة النفسية هي أداة بتجمع ما بين الجسد والخيال، ما بين الوعي والعاطفة، هي اللي بتدي الحياة للشخصية، بتحول أدائك لشيء ينبض بالحيوية والإحساس. التمثيل هو رحلة اندماج ما بين الجسد والمشاعر، فلو كنت ممثل فكر في كل حركة بتعملها، لأن جسمك هو المفتاح لإطلاق مشاعر حقيقية توصل للجمهور. في الحلقة دي استكشفنا مع بعض رحلة مايكل تشيكوف من فلسفته في التمثيل لتمارينه اللي بتربط ما بين الجسد والخيال، واللي بيجمع كل ده إن التمثيل مش مجرد فن، لكنه علم عميق مرتبط بطريقة تفكيرنا وتجربتنا كإنسان. الأبحاث اللي استعرضناها بتوضح إن الفصل ما بين الداخلي النفسي والخارجي الجسدي فكرة غلط. العقل والجسد بيشتغلوا ككيان واحد، وكل حركة جسدية هي شكل من أشكال التفكير. زي ما تشيكوف كان بيقول، الحركة مش مجرد فعل، هي تجربة نفسية كاملة بتخلق المعنى وبتوصله. الذات عند تشيكوف مش مجرد وعاء، لكنها كيان مرن وقابل للتشكيل. من خلال تمارينه بنشوف ازاي الجسد بيصبح الجسر اللي بيربط ما بين خيال الممثل والشخصية اللي بيجسدها. تخيل نفسك بتخلق ذات جديدة في كل دور، مش مجرد تقليد، لكن تجربة خالصة من الإبداع. تشيكوف كان سابق عصره، وجملته الشهيرة "الجسد والنفس يؤثران على بعضهما البعض باستمرار" بقت دلوقتي حقيقة علمية مثبتة. لكن هو مش بس قالها، هو خلق تمارين عملية تخليها حقيقة ملموسة لكل ممثل. فالدرس الكبير هنا، التمثيل مش عن الانفصال ما بين العقل والجسد، لكنه عن الوحدة ما بينهم. الممثل الناجح هو اللي يقدر يدمج ما بين الخيال والجسد، ما بين الداخل والخارج، وبين نفسه وشخصياته. مايكل تشاكوف علمنا إن كل حركة بسيطة، كل خيال صغير ممكن يتحول لأداء عظيم. وهو ده سر الفن، وهو ده سر الحياة. رحلتنا النهاردة كانت خطوة في طريق مليان أسرار واكتشافات، لكن لو حاجة واحدة اتعلمناها فهي إن كل محطة في الرحلة بتقربنا أكتر من فهم نفسنا وفننا. الطريق مش مجرد محطات بنقف عندها، الطريق هو اللي بيخلق فينا ملامح الرحلة اللي بنعيشها واللي بنعبر بيها عن قصصنا. التمثيل مش نهاية الطريق، التمثيل هو الطريق نفسه. ده كان جزء من الرحلة، ولسه الرحلة مستمرة. نشوفكم في رحلة جديدة مليانة شغف وإبداع.